السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة قصص مغربية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصص وملفت قضايا حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. سنة 1989 بواحد المنطقة من المناطق الريفية بالمغرب، واحد السيد سميتو الحاج طيبي. هاد الراجل عاش يتيم من الأب، رباتو الأم ديالو بوحدها. لما توفات الأم ديالو رباتو خالتو وداتو معاه لإيطاليا، قرا كبر وعاش تماك. تزوج بواحد السيدة إيطالية، ولكن لم يرزق بولد، ما ولدوش. في سنة 1985 توفت الزوجة ديالو، ولا كيفكر يرجع للمغرب. بالفعل بعد ما توفت الزوجة ديالو دخل المغرب سنة 1986 وكان عنده 62 عام. لما دخل المغرب استقر في الدوار ديالو اللي كان عايش فيه مع الأم ديالو. هاد السيد واخا كان عايش حياته كلها في إيطاليا، كان متمسك بالدين ديالو، كان رجل كيتقى الله وزار بيت نبي. في الدوار اللي استقر فيه شاف باللي خاص الجامع والبير، تكفل هو بنفسه من ماله الخاص باش يبني مسجد وحفر البير. جاب فقي وخلصو من جيبو سميتو سي حمد، كيصلي بالناس في هذاك المسجد وكيقري فيه الدراري صغار ديال الدوار. مع الوقت هاد الفقي سي حمد والحاج طيبي ولات بيناتهم واحد الصداقة كبيرة، ولا هاد الفقي اليد اليمنى ديال الحاج طيبي. هنا اش غادي يوقع؟ هاد الحاج طيبي غادي يختفي على الأنظار وبدون سابق الإنذار. الناس كيجوا للجامع كيسولوا الفقي على الحاج طيبي، لأنهم كانوا عارفين الفقي أقرب الناس إليه. هاد الفقي كيقول لهم أودي الحاج رجع لإيطاليا، راه كلفني بالأمور ديال المسجد وخلى لي سود الدار. بالفعل هاد الفقي ما بقاش ساكن في المسجد ولا ساكن في الدار ديال الحاج طيبي. مرة كيقول للناس ديال الدوار أودي وصلتني واحد رسالة من الحاج وراه كيسلم عليكم كاملين. بالفعل منين كيساليو الصلاة كيقول للناس أودي تسناو نقرا عليكم واحد رسالة صيفطها الحاج. بقات الأمور غادا هكاك حتى لسنة 1989 اللي غادا توقع فيها واحد القضية غريبة وصادمة. كيف قلنا هاد الحاج طيبي عنده واحد خالته اللي كانت داتو معاه لإيطاليا بعد ما توفات الأم ديالو. ولاد خالته دخلوا المغرب وجاو كيتسولوا على ولد خالتهم اللي هو الحاج طيبي. جاو لعندو للدار ديالو، خرج عندهم هذاك الفقي قال لهم السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا ليه جينا كنسولوا على ولد خالتنا الحاج طيبي. قال لهم اودي رجع لايطاليا وراه كلفني بالامور ديال المسجد وعساس لي على الدار. هاد الناس قالوا الفقيه اودي حنا ولاد خالته كان عايش معنا في ايطاليا، عاد دخلنا المغرب جينا كنسولو عليه، لان فاش رجع المغرب في 1986 ما بقاش رجع لايطاليا وكنصيفطوا ليه رسائل ما كيجاوبناش. الفقي قال لهم راه قال لي غادي يرجع لايطاليا، لكن هاد الفقي ما قالش ليهم باللي كيرسل ليه رسائل. هاد القضيه ديال الرسائل كان كيقولها غير الناس الدوار. هادو ولاد خالته مشاو بحالهم، كان الفقي كيسحاب له مشاو في خطره، لكن ولاد خالته مشاو عند الدرك الملكي. كيقولوا للدرك الملكي اودي حنا عايشين في ايطاليا وكان عايش معنا ولد خالتنا الحاج طيبي، هو دخل المغرب هادي 3 سنين، من تماك تقطع التواصل بيناتنا. كنصيفطوا ليه رسائل ما كيجاوبناش. جينا المغرب كنقلبوا عليه، مشينا لدارو خرج عندنا واحد الفقيه قال لنا الحاج رجع لايطاليا وكلفني نبقى في عساس على دارو. الدرك الملكي توجهوا للبوسطة وشافوا الرسائل اللي كانوا كيصيفطوا ولاد خالته الحاج، كيلقاهم مازالين في البوسطة. يعني الحاج ما كانش كيتوصل برسائل هاد المدة كاملة. رجعوا الدرك الملكي للدار ديال الحاج، خرج عندهم هاد الفقي قالوا ليه انت ساكن هنا؟ قال لهم اه. قالوا ليه شكون عطاك الاذن؟ قال لهم الحاج اللي عطاني الاذن، كلفني بالمسجد ودارو. قالوا ليه والحاج فين مشى؟
قال لهم قال لي غادي يرجع لإيطاليا ويستقر واحد المدة وغادي يرجع. الدرك الملكي غادي يوسعوا دائرة البحث وبداو كيسولوا الناس دوار آخر مرة شافوا الحاج. أنا الناس دوار غادي يقولوا نفس الكلام، باللي الفقي كان كيتوصل برسائل ديال الحاج من إيطاليا وكان كيقراهم على الناس دوار. هاد القضية بأن الحاج كيصيفط رسائل الفقي ما قالهاش ليهم الفقي. هنا غادي يرجعوا الدرك الملكي الفقي وقالوا ليه ناس دوار قالوا بأن كنتي كتوصل برسائل من الحاج. قال لهم قالوا ليه أرى نشوفوا هاد الرسائل. قال لهم أودي غير كنت كنقراهم ونرميهم. واخا. درك الملكي توصلوا بواحد الخبر باللي الحاج هو اللي كان كيخلصو. رجعوا الدرك الملكي مرة أخرى عند الفقي قالوا لي شكون كيخلصك؟ قال لهم الحاج. قالوا لي الحاج ما كاينش دابا، شكون كيخلصك؟ الفقي ولا غير كيتمتم في الهضرة وبدات عليه علامة ارتباك. هنا اش داروا الدرك الملكي؟ مشاو للبوسطة سولوهم واش جات شي رسالة من إيطاليا للفقي. قالوا ليهم الناس ديال البوسطة ما عمرو ما جات ليه شي رسالة من إيطاليا. مشاو الدرك الملكي جابوا الفقي داو البوسطة ووجهوه معاهم وقالوا ليهم واش هاد الفقي كان كياخد رسائل من البوسطة؟ قالوا ليهم هاد السيد ما عمرو ما جا لعندنا. درك الملكي زيروا الفقي لأن الأدلة كلها ضده. هنا الفقي اعترف بالجريمة ديالو وقال لهم بأن الحاج مدفون في دارو. بالفعل انتقلوا الدرك الملكي للدار، حفروا قدام الدار في الجريدة ديالو، لقاو حفر تقريبا متر باش مدفون، وجبدوا جثة ديال الحاج. واعترف الفقي بأن خدا ليه الفلوس وخزنها في المسجد. تحرر محضر رسمي في حق هاد الفقي بالتهمة القتل العمد والاستيلاء على الممتلكات الهالك، وتقدم العدالة وتحكم بالسجن المؤبد. وكانت هذه هي جريمة اليوم. إلى هنا نشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء إلى حلقة قادمة إن شاء الله.